السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير الخروف المشوي اللي كنقدموه في المناسبات على الطريقة المغربية بواحد الطريقة سهلة جدا، وكتجي شي حاجة اللي هموية وعليها القيمة. كما كتشوفوا هنايا عندي 3 ديال الحواله، يعني 6 ديال الطبالي. يعني كل حولي كنقسموه على جوج كيعطينا جوج ديال نصف خروف. هنا كما كتشوفوا كما قلت 3 ديال الحواله غادي نوجدوهم باش نديهم الفران. كنوجد لهم واحد التتبيله اللي هي سهله ولكن كتعطي واحد البنه، ما كيجيش داك الخروف فيه ديك الزفوريه ولا كيجي باسل في المذاق ديالو. كناخذوا شويش ديال الملحه. الكميه اللي غادي تشوفوا هنايا هي الكميه اللي وجدت لهادوك 6 ديال نص حولي. المليحه الكافيه اللي غادي نحتاج، زدت عليها زعفران حر. كنزيدوا لي بزار مدقوق، لي بزار ولا فلفل اسود. تقريبا غتكون واحد 2 معالق كبار. والسكينجبير ولا زنجبيل ناشف، سكينجبير اللي كنطيبوا به. والخرقوم، خرقوم عرق ولا الكركم بالنسبه للناس ديال الخليج. تحيه للناس ديال الجزائر والعراق والسعوديه ومصر، كنلقاهم بزاف كيدخلوا الفيديوهات، فنتمنى ان شاء الله يكونوا كيستافدوا من القناه. كما كتشوفوا هذه هي العطريه الاساسيه اللي غادي نستعملو. كنزيدوا عليها شويه الماء، كنخلطوها. هاد الكميه يعني 6 ديال نصف خروف، كنخلطوها مزيان مع بعضياتها. كما كتشوفوا كتعطينا واحد الخليط متجانس. كنحركو غير بيدينا. كما قلت هاد الخروف كيبقى واحد الحاجه اللي هي كتعطي واحد القيمه للعرضات اللي كنديرو. في بلاصه ما اننا نبقاو نطيبوا اللحم بالبرقوق وداك الشيء، فهذه كتبقى كتجي في الحطه شي حاجه اللي رائعه. كنجيبوا نصف الخروف ديالنا كنتكوه بالموس كما كتشوفوا. طبعا نجيبوه من عند الكزار، كيكون مذبوح في لي زاباطواغ، يكون مذبوح ليله قبل باش ما يجيناش مكنزز، يجي طري وفتي. كما كتشوفوا الحولي راه مشمع هنايا، مذبوح ليله قبل. كنبقاو نتكوه باش ديك العطريه كتدخل فيه. ضروري ضروري يكون دايز يعني من عند الكزار باش كيكون عليه هذاك الطابع ديال المراقبه البيطريه. كنقلبوه من الجهه الاخرى عاوتاني، وكنبقاو نتكوه. البلاصه ديال اللحم كلها كنتكوها تكي كتخفاف، غير باش من ندهنوه يشرب ديك العطريه ديالنا. وخصو يكون صغير في السن، ما يكونش الحولي يكون شارف. دابا غنبداو ناخذ شويه من ديك الخلطه ديالنا، وكنبقاو ندهنوه غير من الفوق. نردوا البال من داك السنسول، كيقدر يكون شويش ماضي. داك العظام ديال السنسول ردوا معاهم البال مزيان. نبقاو ندهنو شويه بشويه من جميع الجوانب، وهو كيبقى يشرب لنا داك القوام اللي عملنا. هذه هي البلاصه اللي قلت لكم نردوا منها البال غير بشويه، لان تقدر تجرح لكم يديكم. من كل الجهات يعني. كيبان لكم ديك الزعفران الحر، الطريفات ديال الزعفران الحر حتى هما كينسموا مزيان اللحم، كيجي رائع جدا. ولا تم العنق حتى هو ندهنوه مزيان. كنكونوا وجدنا الثومه، واحد الكميه ديال الثومه نقشروها، وكندير واحد الفتيحات في اللحم. كنبقاو ندخلوا ديك الثومه، كنكونوا منين كنا كنتقبوا كنكونوا درنا واحد الفتيحات صغيورين، وكندخلوها لداخل ديك الثومه لداخل، كندفعوها مزيان للاشاره. فهاديك الثومه راه كتذوب ما كتبقاش باينه، وكتعطي سبحان الله واحد الريحه، واحد كتعطي كتلذذ داك اللحم. خصوصا البلايص اللي فيهم الشحمه نتكوهم مزيان وندخلوا فيهم هذيك الثومه. ما كتجيش نهائيا فيه ريحه الثومه، حتى من تحت ديال الكتف كما شفتوا ندخلوا تماك. كل مره ندخلوا تويمه يعني في البلايص كاملين. كيف قلت ما كتجيش بين الريحه ديال الثومه، كيجي سبحان الله غير لذيذ، وما كتعرفش هذيك البنه منين جايه. نفس الشيء غادي نعملوه بالنسبه للخروف الثاني. فكما قلت ما كياخدش نهائيا الوقت، وكيجي شي حاجه اللي همويه كبيره. كنديوها الفران يكون محترف خاص بهذا الشيء ديال الشوا.
كيطيبوه سولوه على الوقت الكافي، كياخد تقريبا 4 5 سوايع. هنا انا شحال من مره كنديرو، صورت لكم مرات متعدده كنت درتو العراضات. كيجي شي حاجه همويه كترافقوه بالخضر. ان شاء الله غادي نديروه في فيديو ان شاء الله مقبل، مع بريوات مع خضيره صوتي. كل مره كنبدل المرافقات، ان شاء الله غادي نديرهم في فيديو قادم. نتمنى تكون عجبتكم الفكره وانكم تطبقوها، وبالصحه والراحه.